اتصالات سرية بين بن زايد والنتنياهو، مش من عندي. شوفوا مين هو المصدر، شو السبب. بينما كانت إسرائيل تمطر أطفال غزة بالقنابل وتحولهم إلى أشلاء، كان هو يجري مكالمات سرية مع المجرم الذي يقود حرب الإبادة. فضيحة جديدة عن الإمارات لم تسربها أي وسيلة عادية، بل الإعلام العبري نفسه. صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت سجلا كاملا لتحركات واتصالات نتنياهو، كان أبرزها مكالمة غير معلنة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يوم 29 من أكتوبر 2023 في ذروة الحرب على غزة. هذه المعطيات تفتح باب التساؤلات حول الدور المحتمل للإمارات في حماية نتنياهو دبلوماسيا أو في إدارة ملف اليوم التالي من خلف الستار. السجل يكشف أيضا اتصالات مكثفة بين نتنياهو وشخصيات نافذة في واشنطن، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حين أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة لاعتقاله، أيضا مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون لترتيب خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، واجتماعات سرية مع توني بلير الذي يتوقع أن يشرف على مخطط ترامب لإعادة إعمار غزة. يعتقد أن بلير الذي يحظى بدعم من الولايات المتحدة والإمارات كان يعمل كوسيط بين نتنياهو والقادة العرب لتهدئة التوترات. And we are very much looking forward to working together. My mission here is to foster and develop this relationship. الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي بقيت على اتصال مع إسرائيل حتى عندما قطعت دول أخرى العلاقات أو جمدتها. كانت الوسيطة السرية في أكثر من صفقة، من فتح ممرات المساعدات بشروط إسرائيلية إلى مناقشة اليوم التالي في غزة. بل تؤكد تقارير متطابقة أنها لعبت دورا لحماية نتنياهو من الملاحقة الدولية. تخلص الوثائق إلى أن الحرب على غزة لم تدار فقط في الميدان، بل من شبكة مصالح واتصالات دولية لعبت فيها التحالفات الإقليمية دورا غير معلن في تأمين الغطاء السياسي لنتنياهو خلال أكثر مراحل الحرب حساسية. إن شاء الله ترجعون أقوى ونرجع للمنطقة كلها.